مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فطير. هنعمل قرص الافران، بس المره دي هنعملها صيامي من غير سمنه ومن غير لبن، وهنطلعها طريه وهشه زي الفطار بالظبط، زي كاننا عاجنينها بلبن. اوريها لكم بس وشايفين شكلها عامل ازاي. لونها ذهبي، لون جميل، وقد ايه طريه وهشه. وكمان لو حابه تعملي كميه وتشيليها في الفريزر هيفضل طازه معاكي لحد اخر واحده. يلا نبتدي مع بعض. معانا كيلو دقيق، رشة ملح، كوباية الا ربع سكر. لو مش بتحبي السكر باين ممكن تخليها نص كوباية. معلقة كبيرة خميرة، كيس بيكنج باودر، وكيسين فانيليا. هنقلبهم مع بعض. الفانيليا بتدي ريحة حلوة. بعد كده هننزل بكوباية زيت دافية ضروري عشان العجينة تطلع معايا طرية، والاقي نتيجة الفطير او القرص طرية وحلوة. ننزل بكوباية الزيت وعليها معلقة خل، ونقلبهم مع بعض. واخر حاجة معايا مية للعجن، مية دافية. نحاول نخلي الزيت يوصل للدقيق كله. بالشكل ده كده. وهنبتدي ننزل بالميه. كل دقيقة على حسب نوعه بياخد ميه قد ايه. هو دايما بياخد من حوالي كوبايتين ونص ميه. نبتدي نعجن العجينه لحد ما اوصل لقوام عجينه طريه ومش ملزقه. ميه تدريج عشان ملاقيش الميه زادت مني وارجع ازود دقيق تاني. وادي شكل العجينه بعد ما عجنتها كويس. بصوا العجينه طريه ومش ملزقه في ايدي. هنسيبها دلوقتي تخمر. وادي شكل العجينه بعد ما خمرت. هنبتدي نشكلها مع بعض. نحاول نقطعها قطع متساويه. ونعمل حساب التخميره التانية. بالشكل ده كده. نعمل واحدة تاني مع بعض. ممكن تدهني ايدك زيت عشان خاطر العجينة ما تلزقش في ايديك كده.
ونحاول برضو نسيب فراغات ما بين الفطير عشان ما نلاقيهوش لزق في بعض. وممكن كمان عشان ما تاخديش وقت في تشكيله نعمله كور كده وبعد كده ندوس عليه نفرده. الطريقة دي هتبقى اسرع، مش تاخد معاكي وقت خالص. بالشكل ده كده هنخلصه كله ونسيبه يخمر التخميرة التانية. وادي شكله بعد التخميرة التانية. هبتدي ادخله الفرن على درجة حرارة 200 او 220. المعجنات بتحب النار حامية عشان ما تنشفش مني، عشان تستوي وتحمر في نفس الوقت. وادي شكل الفطير بعد ما استوى، بعد ما طلع من الفرن غطيته بفوطة عشان يفضل طري. شايفين لونه عامل ازاي؟ وطري وجميل. جربوه وهستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير.